وتكملة في سلسلة الحلويات الصحية. علشان ما نحسش بملل نحاول دايما نعمل وصفات مختلفة لحلويات صحية يكون طعمها حلو. شارك معاكم النهاردة أكواب المكسرات بالشوكولاتة والكاكاو الخام، طعمها بجد تحفة، جربوها وهستنى رأيكم. اول حاجة هجيب محضرة الطعام بتاعتي وابدأ احط المكونات. هم عبارة عن 5 مكونات: 10 تمرات بدون نواه، كوباية من الزبيب، ممكن نستخدم كوباية لوز، بندق، اي مكسرات، و3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام اللي مش عليه سكر، ونص كوباية من زبدة الفول السوداني. دي انا بعملها في البيت بمكونات طبيعية جدا، يعني زبدة فول سوداني بس. وهخلط المكونات دي كلها مع بعض، وحطيت كمان رشة من الملح. هنفضل نخلطها لحد ما نضغط عليها كده تعمل معانا عجينة. يعني انا ما ضفتش اي حاجة غير المكونات بس اللي انا قلتلكوا عليها. وبعدين هبدأ ان انا اشكلها كرات. الكمية دي تقريبا هتعمل معايا 7 كرات، حجمهم كبير يعني هيبقوا مقلبزين كده شوية. هبدأ الفهم ده سوداني مكسراه ناعم، ممكن نطحنه في محضرة الطعام او نشتريه متكسر. نبدأ نضغط كده على كرات المكسرات دي لحد ما يمسك فيها السوداني، ونحطها كده في اي صينية. انا تسهيلا على نفسي حطيتها في صينيه الكب كيك، وهبدا اضغط عليها كده باي عصايه لحد ما اعمل تجويف كده في النص. او ممكن نعمل التجويف ده بايدنا كده، نحاول نشكلها على شكل الدوناتس كده. هي مش هتتخبز ولا اي حاجه، هي كده هتكون جاهزه للاكل على طول. والتجويف اللي انا بعمله ده عشان احشيها شوكولاته دارك 85% مسيحاها في الميكرويف. هحطها كده في التجويف اللي انا عملته، بتدي طعم جميل جدا، يعني معلقه صغيره. وممكن كمان لو عايزين نضيف زبدة فول سوداني مع الشوكولاتة الدارك هيبقى طعمها جميل. وبعدين هدخلها التلاجة تقريبا 10 دقايق، الشوكولاتة بس تمسك نفسها. وده شكلها كده بعد ما طلعت من التلاجة، الشوكولاتة كده مسكت نفسها على كرات المكسرات. وطبعا هحتفظ بيها في علبة تلاجة. مهما اوصفلكوا بجد قد ايه طعمها خطير مش هتتخيلوا. هي مكوناتها استخدمناها قبل كده في حلويات صحية كتير جدا قبل كده، بس بجد كل ما بنغير كده في الطريقة بيبقى الطعم مختلف. يعني بجد الكرات دي كان طعمها مختلف جدا، وكان طعمها خطير، بقت من المفضلات عندي. ومش بتدخل الفرن ولا اي حاجة، هي بتبقى جاهزة حرفيا في 10 دقايق. فدي ميزة كده سريعة، خصوصا ان احنا داخلين على الصيف وعلى الحر، مش هنحب ان احنا نشغل البوتاجاز كتير. فدي كده اوبشن كويس جدا لو احنا عايزين ناكل حاجة صحية في الصيف، تكون سريعة، نخلطها كده في محضرة الطعام وكل حاجة تكون جاهزة. على الرغم ان ما فيهاش عسل ولا فيها سكر، ان طعمها حلو جدا بسبب الزبيب والتمر. وطبعا الشوكولاتة الدارك مخليه طعمها خطير. وعلى فكرة ممكن ناكلها كمان من غير ما نحشيها شوكولاتة دارك، هي الكرات دي حلوة كده لوحدها، بس الشوكولاتة الدارك كده بتديها اوبشن زيادة كمان. ناخد منها قطعة واحدة بس في اليوم، بلاش كتير. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي فولو وانجوي.